بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم حبايبنا الكرام، ومرحبا بكم حبابكم ألف في فيديو جديد ووصفة جديدة. ندخل في تفاصيل الوصفة دي جميلة 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 للغاية، بتجعل الوجه نظيف خالي من أي قشور، بتساعد على تفتيح البشرة وتنعيمها بصورة ظاهرة جدا. لو داومتي عليها إن شاء الله حتجيب معاك نتائج رائعة رائعة رائعة. يعني عن تجربة بجد، تجربتي شخصيا وتجربة عدد من الصديقات، الوصفة دي كانت جميلة جدا جدا. وندخل في تفاصيلها. أول حاجة بنحتاج إلى الإسكانول، ده بيتوفر في الصيدلية وسعره تقريبا حوالي 15 ريال على ما أعتقد. متوفر في أغلب الصيدليات وسعره مناسب جدا وفعال جدا، ومعروف في عالم التجميل بأنه بينظف البشرة بصورة جميلة جدا. بس إحنا هنعمل له قليل من الإضافات. بنحتاج أيضا ل باكنج باودر، برضو معروف في عالم التجميل، جميل جدا وبيعمل على تقشير البشرة وتنظيفها وإزالة كل الشوائب اللي فيها. بنحتاج إلى قليل من الكاستر. برضو الكاستر جميل جدا في تنقية البشرة. كل المكونات إن شاء الله مكونات جميلة وفعالة في تنقية البشرة. أيضا بنحتاج إلى ملعقة من البن المطحون، وبرضو ما أروع البن المطحون في تنقية نظافة البشرة. يعني الجماعة ديل كلهم شغلهم جميل جدا جدا في نظافة البشرة وتنعيمها وتفتيحها أيضا. وإذا كان الوجه مجهد فبتظهر البشرة دي، بتساعد على إنه تعيد لبشرة الوجه تحديدا النضارة والجمال بإذن الله. وندخل في عمل الوصفة، خليكم معي. أول شيء حنضع ملعقة باكنج باودر، ملعقة من الباكنج باودر. نقرب لكم الصورة. وملعقة من الكاستر، ملعقة من البن. بجد وصفة بسيطة وجميلة وفعالة. حركيهم مع بعض تماما، امتزجوا مع بعض تماما. بعد ما مزجناهم مع بعضهم هنضيف مقدار مناسب من الإسكانول، ونحرك. القوام يكون وسط بحيث اننا نقدر نمسحه. تكون خالية من اي كلاكيع، كلها متجانسة مع بعض وتكون اشبه بالكريم. بالنسبة لطريقة الاستعمال، فالافضل استعمالها دائما في المساء. بتقومي بمسح كامل الجسم والوجه وحتى المناطق الحساسة بهذه الخلطة. تمسحيها في كامل جسمك وتنتظر قليلا إلى أن تجف، وتبدي في عركها برفق. بعدها تغسليها عادي بماء دافي في الحمام، يعني تاخدي حمامك عادي، فبتلاحظي الفرق والنظافة والبياض وتفتيح لون البشرة بصورة واضحة جدا ومن أول استعمال تقريبا. وممكن تكرري عملها في الأسبوع مرتين. وإذا تبقى من يعني دائما حاولي تعملي الخلطة لنفس اليوم، بس إذا تبقى شيء عادي ممكن ندخل الثلاجة ونستعمله في اليوم الثاني أو اللي بعده. ده كان الفيديو لهذا اليوم، وخلطة الإسكانول مع بقية التفاصيل الثانية. خلطة بجد جميلة ومجربة ورائعة جدا. بتمنى انكم تجربوها، وآمنة جدا بالنسبة للمناطق الحساسة
تدي نعومة وبتشيل آثار الحبوب وبقية الآثار. جربوها وادوني رأيكم في التعليقات. أي سؤال برضو اكتبوا لي في التعليقات برجع عليه إن شاء الله. إذا عجبكم الفيديو ما تبخلوا علينا بعمل لايك للفيديو، واعملوا شير للفيديو في جروباتكم واتساب، فيسبوك، انستغرام. وأكون شاكرة لكم وكتر خيركم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وأترككم في أمان الله وحفظه، ووضحتكم الله وفتكم بعافية.